طريقة التعامل مع أزمة البطالة تكاد تكون يعني محور رئيسي في كل كلام لدرجة يعني التلفزيونات في الأرض كل الجامعات أنا بتكلم حوالين إن عودة القطاع العام هو طريق استعادة وضع خطة للقضاء على البطالة بالإضافة لفكرة التعاونيات. فيعني بقول آليات واضحة إزاي يتم القضاء على البطالة في مصر. بقول إن الطريق بتاعها هو القطاع العام والتعاونيات ومحاولة دعم القطاع الخاص لفتح صناعات جديدة. الكلام ان كل الناس بتقول كلام كويس وما شفناش منها حاجه ما بتعملش حاجه. انا مش بقول كلام ده. ولو تعرفوا قضيه الحد الادنى للدكتور ممكن كلكم سمعتوا من اول 31/3/2010 ان المحكمه عملت حكم حد ادنى للدكتور والعمال بيعملوا مظاهرات وبيطالبوا بيها. انا اللي قلت حكم الحد الادنى للدكتور. اموال التامينات والمعاشات اللي سيطر عليها الضغط خارج الوظيفه والضغط 425 مليار للفوائد 600 مليار. انا كمان اشتغلت على القضيه دي انا والدكتور عبد الحسن الضوعي ووديناها للمحكمه الدستوريه. قضايا عرض الشركات الخاصه وبنك الهيلز ومدينه. انا مش بقول كلام، انا بقول اللي انا كنت بعمله واللي انا كنت شغال عليه طول 17 سنه اللي فاتت. ان كل شغل اللي كنت بعمله شغل عن العداله الاجتماعيه، وكل التاثير اللي كنت بأثر فيه اني بستخدم القانون في التاثير على البيئه السياسيه والاجتماعيه. فده مش مجرد كلام ومش مجرد خطاب، لكن لو انت عايز تتاكد هو فعل ولا لا بص على اللي فات كله. هل انا كنت بقول كلام عكس اللي بقوله النهارده ولا كنت حتى بطبقه وانا مجرد محامي عادي بيروح المحكمه ويشتغل مع حد قانوني؟ سؤال برضه محمود محمد حوالين انت متخوف من التيار الديني، وهيثم برضه يعني بيقول نفس المعنى، خطورة انه الاخوان هم اللي يمسكوا البلد. لا انا مش متخوف من التيار الديني، ومن حق التيار الديني يعبر عن نفسه في احزاب ويطرح نفسه على الناس المصري. والرهان في دوت هو الناس. لو الناس اللي عايز التيار الديني يجيب التيار الديني، لو الشارع المصري عايز عكس التيار الديني يقدر يجي عكس التيار الديني. وعشان كده انا بقول مش خايف لاننا لازم نبطل نتعالى على الشعب ان الشعب كافر، ان الشعب مش واعي، ان الشعب مش فاهم. ده كلام مش حقيقي. فاهم وواعي وعارف هو بيختار ايه وبيختار ايه. ولو قعدت مع اي حد قلت اخترت فلان الفلاني ليه هقول لك اخترته عشان كذا كذا كذا. ممكن بعد كده ينتقد يقول لك ده طلع عكس اللي انا كنت بختاره عشانه، والمره الجايه مش هتفرق. بس احنا مش عايزين نتعالى عليه. لكن هل انا شايف انه من الممكن ان يبقى فيه خطوره في فكره ان اي تيار هو اللي معاه اغلبيه البرلمان وهو اللي معاه تشكيل الحكومه وهو اللي معاه الرئاسه؟ شايف ان ده ممكن يبقى خطر، وشايف ان احنا محتاجين حاله من حالات التوازن السياسي وتوازن الخطاب، وان وجود فصيل او تيار واحد في كل هذه المؤسسات الثلاثه في الرئاسه في الوزاره في البرلمان ده يجسد حاله من حالات انه يعني مفيش توازن. والرهان على ده ان ما يبقاش فيه كلام على الديمقراطيه. ده الرهان انه زي ما احنا جينا بالديمقراطيه عايزين نكمل الديمقراطيه الاخيره. والديمقراطيه مش مجرد قوانين، واتاحه المجال السياسي ماهوش مجرد صندوق انتخاب، ولا هو مجرد انك ما بتعملش ما بتقبضش على الناس، ان انت ما تشوهش الناس، ان انت ما تكفرش الناس، ان مش معنى ان في حد ضدك فيبقى ده وحش وسيء وكافر وكل ده الرهان. زي ما الشارع بيختار التيار الاسلامي وبيمارس سلطاته
هيمارس مهامه من حقنا ان احنا نقيم هذه التجربه بكل ما فيها من ايجابيات وسلبيات وننتقدها ونعرضها بكل شيء. ده حقنا دون ان يؤدي ذلك الى انه يدخلنا في فكره وكاننا بنهاجم الاسلام وكاننا ضد الاسلام. ده الفيصل اللي انا اتمنى انه يبقى من حقي. فيما يتعلق بالجمعيه التاسيسيه، انا واحد من الناس شايف ان قرار الجمعيه التاسيسيه 50-50 قرار خطأ. وقرار خطأ لانه احنا عندنا حاجتين اتنين في مصر الناس منتظراهم: انتخابات الرئاسه وتاسيس الجمعيه التاسيسيه لوضع الدستور المصري. انتخابات الرئاسه لازم تتم بشكل ديمقراطي، واي لعب في هذه الانتخابات هيترتب عليه نتائج كبيره. والجمعيه التاسيسيه للدستور قيمه الدستور انه عقد اجتماعي ما بيننا كلنا، ما بين كل اللي عايشين في هذا الوطن وبيعملوا جنسيتهم، مش ما بين اللي حصلوا على اغلبيه الانتخابات فقط. وعشان كده كان من الاهميه بمكان ان المعايير بشكل واضح بتدي مساحات اوسع حتى للي ما دخلوش في الانتخابات، لان قيمه الدستور اعتباره عقد اجتماعي عشان التزم بيه. ده عقد فيه حقوقي وحقوقك والتزامات. ما ينفعش ان انا ابقى بره فكره المناقشه في وضع هذه الشروط، لان اللي هيتحكم في اغلبيه الجمعيه التاسيسيه هيتحكم في نصوص الدستور جايه على اي اساس، وهيتحكم بعد كده فيما يتعلق بالاستفتاء عليه. ماشي، بس ده في النهايه مش هيودينا لطريق صحيح، هيودينا لطريق خطأ. لابد من يبقى فيه اوسع مشاركه ممكنه من كل ابناء الشعب المصري، وعلى الاقل لازم كلنا نبقى عارفين ده ان العدد القليل هو ده اللي انا محتاج احميه. الاغلبيه محميه باغلبيتها، محميه بعددها. الراي الثاني اللي ممكن يبقى اقليه ماشي، هو ده اللي لازم احميه ولازم افهمه. والتاريخ كله بيقول لنا ان في وقت من الاوقات ممكن راي ابقى شايفه خطا، ومع الممارسه اكتشف انه صح، وممكن العكس يتحقق. ولابد ان تبقى الجمعيه التاسيسيه للدستور عابره لفكره كل الاحزاب والانتماءات السياسيه، تبقى فيها اوسع مشاركه ممكنه، وبنيتها تبقى بنيه عادله، مش بنيه منحازه للاغلبيه لا تحت دعوه ان دي الاغلبيه اللي نجحت في البرلمان فلازم تبقى هي الاغلبيه اللي موجوده في الدستور. وعشان كده انا كنت من ضمن الناس اللي بعترض على الاعلان الدستوري، لان كنت شايف ان وضع الجمعيه التاسيسيه فوق الثوره كان هو ده الطريق الصحيح. لان في الثوره محدش يقدر يدعي نجاح الثوره لوحده، كانت ثوره شعبيه سياسه كله اشترك فيها، كل الفئات وكل الطبقات وكل الاعمار. لكن بعد ما بيتعمل صندوق الانتخاب خلاص في حد بيلبس طوب انه الجماهير انتخبته. وفي نوعين من الديمقراطيه، في الديمقراطيه التمثيليه ودي اللي بتيجي عبر الانتخاب، واللي حتى بدات العديد من دول العالم تتجاوزها الى فكره الديمقراطيه التشاركيه عن طريق النقابات المهنيه او العماليه او الحركات الاجتماعيه، وعن طريق انها في حد ذاتها تبقى رقيقه حتى على البرلمان وعلى ادائه. كنا نتمنى، وانا واحد من الناس طرحت مبادره وكنت عندكم هنا في اسيوط من 20 يوم، مبادره بعنوان العمال والفلاحون يكتبون الدستور. كنا بنحلم ان الاول مره نسمع الناس بدل الدستور ما نجيب نخبه نكتبه، نطلب من طلبه الجامعه او نشطاء مراكز الشباب ينزلوا كل القرى وكل الاحياء ويسمعوا كل الناس حوالين مطالبهم في الدستور. انتوا بتحلموا ايه في الدستور؟ نفسكم ازاي؟ ايه هي حقوقكم اللي انتوا عايزينها؟ وهي دي التجربه
بيوجعك بص على السبب. يمكن بطنه بتوجعه، يمكن تعبان، يمكن ما نامش، يمكن مريض وعايز يتعالج. فاللي بيبص للمظاهرات باعتبارها عيب وخطر واللي بيبص على احتجاجات العمال كذلك، انا بقول له انت اللي غلط وانت ما انتش عندك تحليل سياسي صحيح. عشان كده عمري ما هبقى ضد المظاهرات. الاستاذ عبد بيسالني حوالين مجلس الشعب ومجلس الشورى. انا مش شايف في لازمه لمجلس الشورى، ومجلس الشعب حتى الان اداؤه من وجهه نظري سيء، ما طلعش قانون حتى الان، وحش شيء قانون، ما قدرش يوقف قانون الدستوري 4 سنه 2012. سايب ازمه المنتجات وازمه الغاز وكل الازمات بتتناقش وبنرجع تاني زي نفس الوقت في عهد الحزب الوطني، طوابير الغاز وطوابير البنزين وطوابير العيش. والاهتمام الكبير بزياده العلمي في تفسير المثل، وماذا قال المجمع العلمي في هذا التفسير، وهل هذا التفسير يمثل اساءه للمشير ام تفخيما للمشير؟ كلمتونا انتوا جايين مش عشان كل الوهم دوت ولا كل السلك اللي بيحصل فينا دوت، انتوا جايين عشان في مشاكل حقيقيه مصر محتاجاها. انتوا عايزين تفتحوا شارع القصر العيني، شارع القصر العيني لحد دلوقتي مقفول، عايزين تفتحوه وانتوا السلطه الوحيده المنتخبه. السلطه الوحيده المنتخبه صوتها بيعلى عشان الجمعيه التاسيسيه ومش عارفه تفتح الشارع اللي هي بتمشي منه. هي دي القضايا المصريه. مفيش حاجه اسمها تمثيل على برلمان منتخب. تمثيل مين؟ تمثيل مين؟ اجيب وزير الداخليه قافل الشارع ليه؟ ماله؟ بيعمل ايه وزير الداخليه؟ عملوا له ايه؟ بيسالوه النقشوب وبيطبطبوا عليه وبيقومونا عشان نكتب ضده وبيرجعوا تاني يطبطبوا علينا ويسكتونا. ما انت عارف اللي حصل في بورسعيد. فين زحف الصدر؟ فين زحف الصدر؟ ده احنا اللي كنا بنطالب من قبل هم ما يطالبوا ان هم يشوفوا الحكومه، واحنا اللي كنا بنطالب من ساعه ما حصل واقع بورسعيد ان يتم زحف الصدر. هم يطالبوا زحف الصدر. سيد محمد حمدي حوالين اسمنت اسيوط. الاستاذ محمد حمدي حوالين اسمنت اسيوط. انا الاستاذ علي زميلي شرفتني نتكلم معاه، وانا ان شاء الله يوم 29 هاجي احضر الجلسه معاكم في قضيه اسمنت اسيوط باذن الله. الاهتمام بالصعيد، وانا مش حابب اقول كلام اللي هو بيتقال في الانتخابات. الموضوع مش بس الاهتمام بالصعيد، الموضوع مرتبط بفكره الاهتمام بالبلد كلها وفتح الطاقات امام الشعب المصري. والصعيد اللي هم مش مهتمين بيه واطراف الحدود بتاعتنا هي منجم الذهب بتاع مصر. الثروات المعدنيه كلها متركزه في الاطراف دي والصعيد، والمشاريع العظيمه سواء الموانئ لو انت عايز تعمل ميناء عالمي، لو عايز تفتح تجاره مع افريقيا، لو عايز تعيد استغلال الثروه المعدنيه في مصر بشكل حقيقي، لازم يبقى من اطراف الحدود كلها ومن الصعيد. وانا بتكلم في مشروع لما جيت من 20 يوم احد الزملاء من اسيوط كلمني ان في بحث مهم جدا في اسيوط عامل دراسه حوالين استصلاح وتنميه المنطقه ما بين الطريق الشرقي وطريق الجيش من اسيوط لحد القيمات، وقد ايه ده ممكن يفيد مصر. وانا هحاول اقابله النهارده وتبقى هذه الدراسه جزء من برنامج هينزل 30 مارس. ومش شايف
ان احنا لازم نركز في الصناعه الاول زي ما زميلتنا نورهان قالت، لان الزراعه هتاخد وقت ولازم الصناعه، لازم الاثنين، لازم الزراعه ولازم الصناعه ولازم يبقى في تركيز على الاثنين، لان دوت اللي هيعمل بنيه اقتصاديه بشكل حقيقي. الأستاذ محمد مصطفى كلمني حوالين اللي أنا بقوله عودة للاقتصاد الاشتراكي، وإن هو شايف يعني إن أنا برجع الموضوع الاشتراكي، بالرغم إن زميلي الأستاذ ممدوح قال لي أنت ما قلتش تأمين ليه؟ في الحقيقة في البرنامج دوت المشترك فيه وضع الملف دي ناس من تيارات سياسية مختلفة، وكان اللي فيه هو مجرد قراءة للمشاكل اللي في مصر وطريقة حل هذه المشاكل. وعشان كده هتلاقي ان انا بتكلم عن قطاع خاص، مش بتعامل مع قطاع لابد ان انا يعني اعدله، وفي نفس الوقت بتكلم عن قطاع عام لازم يرجع ويفتح حالة من حالات التوازن. وانا مش هقدر اقول تأمين بقرارات، لكن اي حكم المحكمة هتطلعه لازم ننفذه. بس حضرتك شايف ان هي اهم من القرارات يعني انا مثلا يعني انا هسترجع مثلا الاسمنت او الحديد او كذا وكذا رجعها ثاني. هل صندوق النقد الدولي الشده بتاعته اللي احنا بننفذها من 91 هل هتسمح بده حضرتك؟ يا ممدوح انت مع التأمين وانا عارف انا مع التأمين، ولا بقول ان انا مش مع التأمين بقرارات، لكن اي يعني مين كان يصدق ان عمر افندي ممكن ترجع؟ ان طلقه الانسان ترجع؟ المهم عندك استعاده المال ولا لا؟ المشكله مش استعاده المال، المشكله يبقى في اراده سياسيه للرئيس ايا كان او الحكومه ايا كانت، الاراده السياسيه هي اللي هتفرق معاه زي ما انا قلت. الاراده السياسيه دي كانت استحكام القضاء واحترامه، وكل العقود الخاصه لما نروح يتعرف ايه اللي حصل فيها، واي عقد هنروح المحكمه. يعني عندنا القضاء المصري يا ريت ندخل على الموقع بتاع المركز ونشوف الاحكام القضاء المصري كان فيها ايه. لكن انا مش مع التأمين بالقرارات، ومع فكره ان لو في احكام طلعت ضد العقود لابد من تنفيذ هذه الاحكام. وتعالى اشتغل في تجربه اسمنت اسيوط ونشوف هنلاقي احكام مع بعض ولا لا. الحد الادنى للامور اللي انت واخد فيها حكم القضيه بتاعت ناجي بتاعت 2007 2008 تمام لحد دلوقتي ما اتنفذش. كان مطلب كده رقم واحد في اللائحه العريضه دي اللي كانت موجوده في التحرير كده حد ادنى للامور 1200 جنيه وحد اقصى، وفي حكم قضائي وما اتنفذش اصلا. بص يا استاذ خالد بس عشان نتكلم بشكل صريح بقى هو دلوقتي بقى الاستاذ خالد المفروض تشوف انا هضرب الطبقه الراسماليه التابعه الموجوده في مصر دي هضربها بجد بقى وسط فيها. عمر مصر هتفضل زي ما هي كده، والرئيس اللي هيجي حتى لو جاء شيوعي راديكالي والطبقه دي موجوده هيطبق برضه نفس السياسات اللي هي مطبقها، لانه هيحافظ في الاخر على النظام ويرجع تاني النظام زي ما هو. يا استاذ ممدوح دي رؤيتك وانا بحترمها، وانت غيرت مثل وقياس انا بعتبره قياس فاسد. ليه؟ انت بتضرب مثل على قضيه الحد الادنى للامور اللي خدنا فيها حكم وما اتنفذتش. انا بقول لك ما انا عايز اعمل كده برضه. لو في اي قضايا في فساد في عقودها هنروح المحكمه. ايه المعيار؟ المحكمه لو حكمت ان العقد فاسد هننفذ الحكم القضائي، ده المعيار. بعد عديد القوانين طبعا الدوله التي يمثل القضاء الاداري اللي هدفه هو الرقابه على اداء الدوله. دمج الاثنين ببعض خطر، ولا بد من حمايه مجلس الدوله ان يستمر في مهامه، لان في محاوله بسبب كل الاحكام العظيمه اللي طلعها خلال السنوات الماضيه لاغتيال مجلس الدوله المصري. وانا ضد فكره القضاء الاداري. عايزين تلغوا تحويل المدنيين لمحاكم عسكريه، الغوا نيابه امن الدوله طوارئ، عدلوا وقيلوا النائب العام ورئيس نيابه امن الدوله ورئيس نيابه الاموال العامه اللي كانوا موجودين في عهد مبارك. عايزين تطهروا السلطه القضائيه، لابد ان النائب العام يعين من مجلس القضاء مش رئيس الجمهوريه. لابد من فصل سلطه الاتهام عن سلطه التحقيق. لابد من عداله في التعليم في سلك القضاء، مش مجرد ان ولادهم هم اللي يبقوا موجودين بس. مش بقول ان في ناس من ولادهم ما يستحقوش، لا، في العديد من ولادهم يستحقوا، بس في برضه ولاد دخلوا لانه اصابهم بالقضاء. دي كل المميزات.
فلا بد من اصلاح القضاء، وان دور وزير العدل يبقى مجرد اداري ومالي لشؤون المحاكم، يوفر المكاتب والبنيه المحاكم وكل الادوات المكتبيه والاداريه. المعونة والغاز والعلاقة كلها كمان بإسرائيل والاتفاقية. بالنسبة لإسرائيل في اتفاقية السلام اللي توقعت بيننا وبين إسرائيل فيها التزام تعاقدي بيننا وبينهم، هنلتزم بيه لو هم التزموا. والاتفاقية في حاجة للمراجعة، خاصة فكرة انتشار القوات المصرية على كامل الأراضي السورية. لو كان ده مقبول وقت توقيع الاتفاقية والوقع على الاتفاقية ابنه، فهو مش مقبول دلوقتي، خصوصا إن كل التجارب بتقول إن مصر ما بتعترفش. وظاهر العلاقة بيننا وبينهم إنها يعني الدنيا هتبقى، وده مش حقيقي. من بعد الثورة بدأ القادة العسكريين في إسرائيل يتكلموا حوالين استعداد الحرب القادمة مع مصر. ده هم هناك اللي بيتكلموا مش احنا هنا مشغولين ببنى بلدنا، بوضع نظام سياسي وديمقراطي جديد، بالوصول للعدالة الاجتماعية وبناء الاقتصاد، لكن هم هناك بيتناقشوا في الاستعداد للحرب مع مصر. والعديد من القوات عندهم بدأت تتمركز في المنطقة الجنوبية، وهذه القوات كانت تمركزها في المنطقة الجنوبية انتهى مع التوقيع على الاتفاقية. أنا بقول من هنا من جامعة أسيوط بدأوا يتمركزوا الآن في المنطقة الجنوبية في الحدود مع مصر الآن، وإحنا كمان من حقنا ده فيما يتعلق باتفاقية السلام. إحنا مش جايين نحارب، لكن وقت ما الحرب هتبقى موجودة هنحارب، وقت ما يتم الاعتداء على أرضنا أو على كرامتنا أو الإخلال بالمعاهدة هندافع عن كرامتنا. الاتفاقيات الأخرى بقى بره اتفاقية السلام، اتفاقيات التجارة دي ممكن أوقفها في أي وقت. دي مجرد اتفاقيات تجارة بالبلدية، ما ينفعش يبقى الغاز المصري عندي أزمة في الغاز وأنا بديه للمواطن الإسرائيلي والمواطن الأسباني والأردني أرخص من مصر. والادعاء ان ده هيؤدي ان التحكيم يكسبوه ده كلام كاذب. احنا اللي نكسب التحكيم، لان التحكيم بيحمل الاستثمار الجاد مش الاستثمار الفاسد. انا عندي رئيس جمهوريه وحسين سالم ووزير البترول بيتحاكموا وما ازاي وقعوا الاتفاقيات دي، وانا ابقى خايف ان انا افضها. طب ايه هي قيمه الثوره في هذا الامر؟ لا، ده بقى في نظام جديد جاي يشوف ثروات البلد راحت فين ويراجع كل العقود القديمه اللي تمت، وخاصه اتفاقيات التجاره واتفاقيات الاستثمار الثنائيه والجماعيه. بالنسبه لمركز السكري ده المفروض كنز مصر، مش مركز السكري بس. ويمكن انا وحمد الفخراني وحسام زغلول طلعنا مع الدكتور هذا سرحان من شهر عشان نفضح موضوع مركز السكري ده. احنا عندنا 120 مركز كلهم بيمسكوا شركات اجنبيه، في شركتين بس ماسكاهم، شركتين بس مصريين وشركتين دول اسره الحجم السابق. بما فيه جمشه، مركز جمشه ده مستثمر اسرائيلي محروم على المستثمرين المصريين ورجال الاعمال المصريين الاستفاده الحقيقيه من هذه المنازل، ومفيش رقابه حقيقيه حوالين المنازل. فده جزء من الثروه المعدنيه. تسعيرها من